ازيكم؟ بتلعب كوره وبتجري بسرعه وفجاه وقفت، او حد خبط في ركبتك جامد من بره، او غيرت اتجاهك بسرعه وفجاه سمعت صوت طقه وركبتك ورمت جامد وما قدرتش تكمل اللعب، وبعدين رحت للدكتور وعرفت ان انت عندك رباط صليبي وقررت تعمل عمليه. ايه اللي هيتم بعد كده؟ ايه اللي المفروض تمر بيه عشان تقدر ترجع تاني للملعب؟ وايه اللي المفروض تاخد بالك منه؟ وايه المفروض ان انت تتوقعه في خلال فتره العلاج الطبيعي والتاهيل؟ انا امجد خضر، النهارده هنكلمكم عن اعاده التاهيل بعد عمليه الرباط الصليبي الامامي. اكتر سؤال بنتساله: امتى هرجع العب تاني؟ هو انا امتى هقدر اتعامل عادي وامشي واروح شغلي؟ هنجاوب على كل الاسئله دي، وكمان هنقول لكم ايه اكتر حاجات لازم تاخد بالك منها في اول شهر بعد العمليه، وهنقول لكم على نصايح لازم تحطها في دماغك طول فتره التأهيل بتاعتك بعد العملية. حماية، راحة، تلج، رباط ضاغط، ونرفع الرجل، تحريك الركبة، وفرد. دول 7 حاجات لازم تبقى انت على طول حاططهم في دماغك في اول شهر بعد العملية. حماية يعني انا عامل عملية، يعني اكيد انا لازم ابقى واخد بالي من ركبتي ومحافظ عليها، مش بخبطها في الكراسي وانا ماشي مثلا في الشقة. راحة لان انا عامل عملية وبالتالي انا مش هينفع اقعد امشي كتير واتحرك كتير، لان ركبتي لسه ممكن تكون مش مفروده للاخر والعضلات بتاعتها ضعيفه، وبالتالي اي مشي او حركه كتير على الركبه في الفتره دي هيكون بيحمل مباشره على الجرافت او على الرباط اللي انا لسه عامله، اللي هو لسه اكيد ما التئمش. تلج يعني انا كل ساعه او كل ساعتين هحط تلج على ركبتي لمده 20 دقيقه عشان اقلل التورم والالتهاب اللي موجود في الركبه. رباط ضاغط يعني انا هربط الركبه برباط ضاغط عشان اصرف التورم اللي موجود في ركبتي برضو، بس وانا رابط الرباط مش هربطه جامد عشان ما يحبسش معايا دم. نرفع الرجل على مخده او مخدتين وانا نايم عشان نفس الفكره، عشان اقلل برضو التورم اللي موجود في ركبتي بعد العمليه. نحرك الركبه لان انت لو سبت ركبتك في وضع ثابت لفتره طويله، مجرد ما تيجي تحركها هتلاقيها بتوجعك جدا، ده طبيعي. عشان كده لازم ان انا طول ما انا قاعد احرك ركبتي وافردها واتنيها في المدى الحركي اللي هو ما فيهوش الم. اكيد الحركه دي بتساعد انها توصل تغذيه ودم للمكان اللي فيه العمليه عشان يحصل النورمال هيلينج بروسيس او عمليه الالتئام الطبيعيه اللي الجسم اكيد محتاجها. نفرد الركبه يعني انا في اول شهر بعد العمليه اكتر هدف انا على طول حاطه في دماغي ان انا عايز في اسرع وقت بعد العمليه اقدر اخلي ركبتي مفروده للاخر ما فيهاش اي سن تاني، وده لان انا محتاج احط الجرافت او الرباط الجديد اللي اتعمل في الوضع الطبيعي بتاعه عشان ما يحصلوش التئام في وضع خاطئ. less is more. اول اسبوعين بعد العمليه ادي فرصه لجسمك ان هو يحصل له ريكفري او استشفاء، وما تحاولش ان انت تعمل مجهود زياده على ركبتك. اوعى تسيب العكاز قبل ما ركبتك تكون مفروده بالكامل، وقبل ما تكون بتمشي بشكل طبيعي من غير ما يكون في اي سنه زكه او عرجه في المشيه بتاعتك. خليك عارف ان انت في 4 مراحل من التأهيل لازم هتمر بيهم وانت بتعمل التأهيل بتاعك بعد عملية إعادة البناء بتاعة الرباط الصليبي. أول مرحلة بتكون في أول شهر، ودي اللي قلنا عليها بنعمل فيها 7 حاجات مهمين جدا ولازم ناخد بالنا منهم. تاني مرحلة بتكون من الشهر الثاني للثالث، وثالث مرحلة بتكون من الشهر الثالث للسادس، وبعد كده المرحلة الرابعة من الشهر السادس للتاسع. في الشهر التاسع بيكون الجرافت اللي اتحط مكان الرباط الصليبي وصل للماكسيمم انتجريتي بتاعته وبقى فعلا رباط قوي يقدر يستحملني، وبتكون كمان عضلاتي وصلت للقوه الكافيه عشان اقدر بعد كده العب وما يحصليش ري انجري تاني او ما يحصليش اصابه تانيه. كل ما كنت قبل العمليه عضلاتك اقوى، كل ما كنت بعد العمليه اسرع في الرجوع للملعب واسرع في الرجوع للحركه الوظيفيه بتاعتك. فرد الركبه قبل وبعد العمليه، يعني قبل العمليه قبل ما ادخل اعمل العمليه بتاعتي لازم تكون ركبتي مفروده للاخر، وبعد العمليه اول لما اطلع من العمليه بتاعتي لازم ابتدي اشتغل في اول شهر ان انا احقق الفول اكستنشن او الفرد الكامل للركبه. الالتزام بالبرنامج العلاجي. 40% من نجاح البرنامج العلاجي هو في ان احنا نحط برنامج علاجي مظبوط وسليم، بس 60% من نجاحه في ان انت اصلا تلتزم بيه في البيت. اعمل حسابك انك مش هترجع تلعب قبل 9 شهور، من 9 ل 12 شهر، فما تستعجلش، وادي لكل مرحله من ال4 مراحل بتاعه التاهيل الحق بتاعها، واطلع من كل مرحله بالنتائج اللي المفروض تبقى طالع منها بيها، وما تدخلش في المرحله اللي بعدها الا لما تبقى خلصت نتائج المرحله
اللي قبلها. الحركه بتاعه صابونه الركبه او الني كاب يعني هي مفتاح تقصير فتره التاهيل. كل ما قدرت ان انا ارجع الحركه الطبيعيه للمفصل بتاع صابونه الركبه، كل ما قدرت ان انا ارجع للحركه الطبيعيه بتاعتي وازود التمارين بتاعتي واقلل من فرص حدوث الم او مشاكل في مفصل الركبه. عشان احقق الحركه الطبيعيه للمفصل بتاع صابونه الركبه لازم ان انا اقلل التورم واقلل الشد العضلي اللي موجود حوالين الركبه واحسن المرونه بتاعه الندبه بتاعه الجراحه او السكار تيشو. ركز على اهداف قصيره عشان توصل لنتائج بعيده. يعني ما تطلعش من العمليه بتفكر في ان انت عايز ترجع للملعب دلوقتي، لا، فكر ان انت عايز ركبتك تتفرد في خلال اول شهر. ده مثال ان انت تفكر في نتائج صغيره عشان توصل لاهداف بعيده. عشان توصل لنتيجه كبيره زي ان انت ترجع للملعب محتاج ان انت تشتغل على ان انت تحقق نتائج صغيره في الاول. يعني في اول شهر 6 حاجات محتاج تحققهم عشان تعدي للمرحله اللي بعد كده. اول حاجه فرد الركبه، لازم اكون بقدر افرد ركبتي بشكل كامل. تاني حاجه ان انا اتحكم في فرد الركبه. ايه الفرق بين فرد والتحكم في الفرد؟ الفرد ده يعني ان انا اقدر افردها باسف، يعني من غير ما استخدم عضلاتي، زي ان انا مثلا احطها فهي تتفرد. انما اتحكم في الفرد يعني ان انا العضله الاماميه بتاعتي تقدر انها تفرد ركبتي للاخر بشكل كامل. ثالث حاجه التورم. التورم لازم اتخلص منه باسرع وقت في اول شهر، لان طول ما في تورم ده بيأثر على المدى الحركي بتاع ركبتي سواء في الفرد او التاني، وكمان بيأثر على ان هو بيحط ضغط على المفصل بتاع الركبه وصابونه الركبه وبيعمل لي الم. رابع حاجه ان انا اقلل الشد العضلي اللي موجود حوالين الركبه. بعد اي اصابه وبعد اي عمليه كل العضلات اللي حوالين المنطقه بتكون شاده، وبالتالي لازم ان انا اقلل الشد العضلي اللي موجود حوالين الركبه عشان برضو اقدر ارجع الحركه السليمه لمفصل الركبه بتاعي. من الاسبوع الثاني للاسبوع الرابع المفروض ان انا اكون شلت العكاز بتاعي، المفروض ان انا اكون بقدر امشي طبيعي وركبتي مفروده ومفيش اي فرق بين رجلي اليمين والشمال في المشي. المراحل الاخيره من التاهيل بيكون احنا اكيد بنبدا تمارين الاجيليتي وبوليومتريكس، ودي تمارين حلوه وبتحسسك بالانجاز وبتحسسك ان انت قربت ترجع تلعب. بس خد بالك اوعى تهمل التقويات لما تبدا الاجيليتي والبوليومتريكس. اختبارات الرجوع للملعب، في اختبارات لازم بنعملها قبل ما نقول لك ان انت تقدر ترجع تلعب تاني. الاختبارات دي لازم بتتعمل بواسطه حد متخصص، ولازم تجيب فيها سكور معين عشان تبقى عارف ان انت تقدر تلعب تاني بامان ومن غير ما يحصل لك اصابه تاني في الرباط الصليبي. في اول شهر هنعلمك ازاي تطلع السلم وازاي تعمل سكوات مظبوط. هتعلمني ازاي اطلع السلم واعمل سكوات. ما هو اصل انت بعد العمليه العضلات بتبقى ضعيفه وما بتبقاش متحكم في حركه ركبتك بالشكل المناسب. يعني انا لازم ان انا ابتدي اعمل تاني تمرين على طريقه الحركه الطبيعيه لمفصل الركبه عشان ما اكونش بستخدمها بشكل غلط. وفي اخر التاهيل هنعلمك ازاي تقدر تنط وازاي تقدر تعمل جامب او تعمل ديسلريشن او توقف سرعتك المفاجئه برضو بطريقه حركه سليمه عشان ما تحطش ستريس او ضغط على مفصل الركبه او على الجرافت اللي اتحط. لما باجي اعمل تمارين ما بعملش بس تمارين للعضلات اللي حوالين الركبه، ده انا بعمل تمارين للكور بتاعي وبعمل تمارين من اول الكور لحد القدم، لان كل الجسم بيتحرك كتشين واحده او كسلسله واحده وما ينفعش ان انا امرن حاجه واسيب بقيه الحاجات. خد بالك ان دايما لما بيحصل اصابه في اي مفصل المفصل اللي فوقيه واللي تحتيه بيتاثر والعضلات اللي حواليه بتتاثر، فبالتالي لازم بشتغل على كل العضلات من اول الكور لحد الرجل. ندبه الجراحه او السكار تيشو، بعد العمليه المكان اللي دخل منه الجراح بيكون في مكانه سكار او ندبه كده صغيره بتكون بتأيد حركه الركبه شويه، فالمفروض ان انا اكون حسنت المرونه بتاعتها من خلال الجلسات بتاعه العلاج الطبيعي. لو حصل لك قبل كده اصابه في الرباط الصليبي سيب لنا كومنت وقول لنا عن تجربتك مع الموضوع، وقول لنا لو كنت عملت عمليه او عملت تاهيل بعد كده، ولو عندك اي الم لسه موجود كلمنا وقول لنا واحنا هنساعدك ان انت ترجع تحرك ركبتك تاني بشكل طبيعي. ولو حابب ان احنا نعمل فيديو نتكلم فيه عن المراحل بتاعه التاهيل عامه بتاعه الرباط الصليبي وايه التمارين اللي المفروض نبقى بنعملها في كل مرحله منهم، فسيب لنا كومنت برضو قول لنا. ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا وتعمل لايك للفيديو وشير ليه عشان اكيد هيساعد ناس، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي احنا هنعملها بعد كده.